مجموعة من الصحاب بيتجمعوا كل سنة في حفلة سنوية، وما ينفعش تحت أي ظرف إنك ترفض حضورها إلا لو كنت ميت. بتبدأ قصة الكتاب بالنقيب محمود صقر اللي بتجيله رسالة على الموبايل إن في جريمة بتحصل دلوقتي في كومباوند من الكومباوندات اللي موجودة، اللي فعلا بيقرر يروح. بيوصل النقيب للكومباوند، لكن بيلاقي فيلا واحدة، بيلاقي الفيلا ديت هي الوحيدة اللي منورة. بيرن النقيب جرس الباب مرتين، بيحس ان في جوه الناس متوترة كأنهم مش عايزين يفتحوا الباب، لكن بيتفتح فعلا الباب في الآخر. وأول ما بيشوفوه بيسألوه انت مين؟ وبيرد يقول ان هو النقيب محمود صقر. كلهم بيتوتروا. اللي واقف على الباب حد بيزقه، وبيظهر واحد بيقوله أنا ماليش دعوة بالجثة دي. لما بيبص النقيب وراهم بيلاقي إن في جثة مرمية على الأرض. ساعتها النقيب بيتخض وبيخرج مسدسه في ساعتها، وبيقول لهم كل واحد يبعد عن الجثة وما يحاولوش يتكلموا مع بعض لحد ما قوات الأمن توصل. لكن فجأة كلهم بتجيلهم رسالة في نفس الوقت، اللي بتقول إن هو القاتل وإن هو معاهم في نفس المكان، وما يحاولوش يدوروا عليه أو حتى يخرجوا، وإن هو هيسلم نفسه خلال ساعتين لو هم نفذوا اللي هو عايزه. وطبعا كل ده هتلاقوه في كتاب الحفل الأسود للكاتب محمد حياة، واللي مش هتندم أبدا على قراية الكتاب ده.